السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة جوجو تاروت. هنقول النهاردة طاقة برج الميزان بتاريخ 14 يوليو. يلا بينا كده يا برج الميزان نشوف الطاقة الأسبوعية بتاعتك إيه. يا رب كل الخير والخيرات والفوز. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا كده نسحب أول 5 كروت الطاقة السابقة بتاعتكم. بسم الله. في حاجات بتعترض عليها هنا في حياتك يا ميزان، شايفاك مش مبسوط خالص. حاجات مش عاجباك، عايز تنهيها بس انت مش قادر. تفكيرك هنا شوية في عدم راحة، انت مش مرتاح، في حاجة مضايقاك، في حاجة انت كاتمها جواك ومش قادر تبوح بيها لحد سر، لكن الامر زعجك. في حاجة هنا انت نفسك تقعد مع حد وتفتح قلبك وتقول له على كل التفاصيل اللي دايرة في حياتك، يعني مضايقاك، مخلياك عايز تغيير، عايز تنهي حاجات، عايز تبتدي في حاجات هنا واقفه في حياتك، او انت هنا بتبص على حياتك وبتقول امتى بقى يحصل اللي انا عايزه ده؟ هو انا هتنيني على طول كده طول الوقت مستني الجديد وما بيجيش؟ طب ليه؟ شايف كمان بنظراتك هنا، انت بتبص هنا على نظرات ناس بتبص على حاجات، او بتبص على ناس معينه في حياتك، وحاسس ان هو انا ليه حاسس ان الحياه كل الناس اللي حواليا مبسوطه الا انا. في حاجه من دي كده دايره معاكي يا ميزان. في نظره كده انت صعبان عليك نفسك. انا مش عارفه ليه انت الحته دي معاك، انت صعبان عليك نفسك، حاسس ان مجهوداتك مش موجوده، عايز تمشي منها. انت عايز تمشي منها، وعايز حد يحس بنفس اللي انت حاسه. في حد هنا انت بتحلم انه يكون معاك زي ما انت بتتمنى. انت منتظر حب من حد بطريقه مختلفه خالص، وهو تقريبا عقليته غيرك او تفاصيله غيرك، او انت وهو في حاجات انتوا مش شبه بعض فيها. حد بيفكر بطريقه عكسيه غيرك، حد انت وهو مع بعض في علاقه بس طفولي شويه، او عقله شويه طفولي، او حد حبه ليك في تغيرات لدرجه ان انت بدات تحس انه مش صاحب قرار. هنا حد بيقول حاجات ما بيعملهاش. انتوا فاهمين انا عايزه اقول ايه؟ في هنا حاجه انت بتتمنى ان هي تتغير في الشخص ده، لكن هو بيحبك، ومخاوفك منه خليك اكيد كتير بتفكر ان انت تواجهه بتفاصيله دي، وان شاء الله بقى ما يكلمنيش تاني خلاص. انا عن نفسي، انا نفسي بقى يتغير ويبقى زي ما انا نفسي يكون معايا. في حاجه فيها هنا اعتراض على تفاصيل وامور بتتم من شخص ليك، فانت بتطالب بالتغيير. انا عايزه يتغير، انا مش عاجبني فيه حاجه، الحاجه دي بتضايقني، خطواته تقيله. حاسه ان هو طول الوقت في ما بينكم هنا صراعات او مشاكل، لدرجه ان انت اوقات كتير بتحس ان العلاقه انتهت وتبدا ترجع تاني. عندك طاقه تعلق مش طبيعيه بالشخص ده، وهو عنده طاقه تعلق مش طبيعيه بيك. صراعات خفيه بتدور ما بينك وما بينه، محدش يعرف عنها حاجه. ممكن عليكم انتوا الاتنين مراقبه قويه جدا على السوشيال ميديا، او هي علاقه السوشيال ميديا. شخص يشبهك في حاجات كتير 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 كتير، بس في فرق في التعامل ما بينك وما بينه. انت بتتعامل بطريقه، هو بيتعامل بطريقه تانية. ميزان الناس اللي بتتعامل مع برج الميزان في حاجه بتصادفهم، يعني هما ممكن يكونوا بتوع الميزان نفسهم عارفين بيها. ايه هي بقى؟ شوف يا ميزان، انت حد يعني ما بتحبش الانتظار بجميع انواعه، بتكره كلمه انتظار، بتكره حاجه اسمها حد يقول لك استنى شويه. هي الحياه كلها لازم أن يكون فيها انتظار، يعني مش كل اللي احنا هنتمناه هتلاقيه قدامك بيحصل. لازم أن تفهم ده، ولازم أن تفهم ان مش كل الناس بتفكر بنفس التفكير اللي انت بتفكر. لازم أن تحط ده في دماغك عشان ترتاح شويه من الاجواء اللي انت عايش قدامي هنا دي. انت في حرب،
انت بتقدم كل اللي عندك لحد تقريبا مش بيعترف بده، او بيديك طاقه، بتحس ان انت عمال تهدر في طاقتك وبتدي في طاقتك لحد عمال يعني وجعك هنا بيديك احساس. يعني انت لو بتديله اهتمام بنسبة 20%، هو بيديك اهتمام بنسبة مثلا 5% 6%. فده انت حاسس ان ده بالنسبة لك اهانة. هو ايه اللي انا بقى، هو ايه يعني انا متعلق بيك على ايه، او انا بحبك على ايه، او انت معايا ليه اصلا؟ اوقات كده من الاوقات تقول انا هبعد وهمشي، وبخوفك دي بتبقى على ارض الواقع. اوقات بتكون صراعات ان انا همشي خلاص، الشخص ده تعبني، وفجأة تبص تلاقي نفسك انا عايش ازاي من غيره، انا ما اقدرش، الشخص ده انا بحبه وهو كمان بيحبك للاسف. يعني انا اعتقد المشاعر ما بينكم حرفيا موجوده، انا ما اقدرش انكرها، العلاقه كلها حب. هتقولي لي ازاي يعني يا جودو، يا جوجل التفاصيل اللي انت بتحكي فيها دي وشخص بيحب؟ في ناس كده، في علاقات بالطريقه دي، في علاقات كلها مشاكل، كل يوم بلوك وتفك، كل يوم بلوك وتفك. هتقولي لي في كده، اقول لكم القراءات اللي انا بعملها انا بشوف ده، الصبح بلوك، اخر النهار يشوفوا البلوك ويتكلموا ايه ده، معرفش. معرفش، هو في كده. وللعلم العلاقه اللي ما فيهاش غيره، ما فيهاش مشاكل، اعرفوا ان هي علاقه مؤقته وبالسلامه هتمشي. اي حاجه في الدنيا مش طبيعيه فيها افوره، اعرفوا ان هي شيء متصنع. العلاقات، وعايزه ادي نبذه، العلاقات اللي ما فيهاش تعليق على امور ما، وانتوا فاهميني كويس. يعني مثلا لو انت حسيت ان الراجل اللي معاكي ده مش بيغير عليكي، او مش بيديكي رياكشن على الحاجات ان انت بتظهري كده ليه، او انت يعرف ان هو ما بيحبكيش. الشخص اللي معاكي لو ما لقيتيهوش بيدقق في ادق تفاصيلك، اعرفي انه ما بيحبكيش. الشخص اللي تلاقيه مش فارق معاه انت رحتي فين او جيتي منين، او مش بياخد باله من ادق التفاصيل، انت خرجتي، انت جيتي، التوقيت متاخر، الحاجات دي لو مش موجوده في الشخص اللي معاكي، تاكدي 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 ان هو ولا يحمل لك 1% مشاعر. الشخص بقى اللي انا بتكلم هنا ان في حد هنا غيرته زياده، تفاصيله زياده، بيدقق على قد التفاصيل، حرب، في حرب هنا بين اتنين، وانت يا ميزان بتغير اكتر منه، انت بتغير وهو بيغير. العلاقه اللي قدامي بتقول لي كده، عشان كده طول الوقت في صراعات، في مشاكل، ودايما في اوف اون، في اوف اون، طاقه اتنين اوف اون. طبعا دي لو علاقه جديده، اعمل حسابك ان انت الشخص اللي داخل معاك في علاقه جديده ده شبهك في غيرتك، شبهك في طاقتك، شبهك في تفاصيلك، فاعمل حسابك ان انت يعني ما تحاولش تخش معاه في دايره ايه ده ومش ايه ده، عشان هو كمان هتلاقيه بيقول لك ايه ده ومش ايه ده. فالطاقه بتاعت النهارده بتاعت الميزان، عايزه اقول لك انت والشخص ده تشبهوا بعض قوي، ايا كان هو بقى كراش هيخش حياتك لسه والتفاصيل هتبقى ما بينكم، او علاقه جديده لسه بتبتدي، الشخص ده فيه شبه كتير منك، فهتلاقي الحاجات دي موجوده معاه. يا اما لو العلاقه دي موجوده بالفعل في الوقت الحالي، فانتوا الاثنين يعني انت بتلاقيه كده يقول ويشجعك ويلا بينا ونروح ونيجي، وهوب فجاه ساعه الجد تلاقي ده قفل تليفونه، ما بيردش، تعبان، حاجات غريبه حصلت، هوب الكوكب كله معترض على الامر بدون اي تفاصيل، ما انتش فاهم هو فيه ايه. فتقريبا الامر ده حصل معاك يا ميزان كذا مره، فخلاك هنا لما بيوعدك بحاجه ما طيب سيبها لظروفها، بس عشان انت عندك مخاوف هنا من قرارات اوقات هو بياخدها او كلام هو بيقوله، تعرف ان هو ما بيحصلش. لكن هل العلاقه دي مستمره؟ ايوه. طب لو احنا متباعدين يا جوجو، الكروب بتتكلم هنا علاقه اوف واون، وعلى طول انتوا بتبعدوا وبتقربوا، او الشخص ده شويه مش لسه واضح معاك في مشاعره، فهيكون واضح الفتره اللي جايه. في حاجه فيها نهايه وبدايه مع الميزان هنا، فبامر رب العالمين في امور هتتجدد معاك الفتره اللي جايه بامر الله يا ميزان، ابشر بيها. طيب بالنسبه للابراج المتوفره هنا مع برج الميزان، معانا السرطان، معانا الحمل، ثور، عذراء، الجد، الابراج كلها الترابيه كلها نازله معاك يا ميزان. معاك ميزان زيك، حوت، معانا القوس، معانا الجوزاء، معانا الاسد. يلا بينا بقى نشوف يا ميزان طاقة الشخص اللي معاك، هو كمان عايز يقولي، انا عن نفسي عايزه اعرف هو عايز يقولي. يلا بينا كده نعمل له
نسحب له كروت من عقله، شوف في ايه بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم. بقول لك انت اجمل شخص قابلته. واو، انا بقول لك الشخص ده بيحبك. كنت اتجاهل مشاعرك واقوم باشياء تؤذيك، اريد ان تغير هذه السلوكيات. في حاجات هو كان بيمنع اظهارها ليك بسبب حاجات انت بتعملها يا ميزان، فركز. غيره بقى، معرفش انت بتشعل غيرته، او بتخليه يفكر فيك كتير بطريقه مثلا انا رحت انا عملت، فبتخليه مثلا ده علشان تخليه دايما طول الوقت منشغل بك. احذر احذر من غيره الشخص اللي معاك ده يا ميزان، احذر. عشان هو يعني انا دايما بقول الابراج اللي الترابيه، لو هي معاك ابراج ترابيه، هنا الابراج الترابيه كلها نازله معاك، ففي قوه كده للابراج الترابيه او الابراج الناريه معايا كمان. احذر من غيره الابراج دي. يعني غيره الابراج دي بتقلب بحاجات مش حلوه، يعني هوب فجاه كده يقلب لك الدنيا على وطيها. انا لسه بقول بلوك ويشيل البلوك ويصحى، حاجات كتير كده. احتاج بعض الوقت للتفكير في مستقبلي، بيقول لك انا محتاجه اغير حاجات في حياتي، اصبر عليا شويه. لو هو قال لك انا بحاول ان انا اعمل حاجه او يخش في شغل جديد او شيء، بقول لك احتاج بعض الوقت لافهم نفسي واهدافي. بقول لك انا عايز اعرف انا عايز ايه من نفسي، او انا عايز ايه من حياتي. اعرف ان كل الكلمات قد لا تكفي لكي اريد. يعني بيقول لك هنا انا عارف ان لو قعدت اقول من هنا لبكره كل حاجه جوايا، انا ندمان على حاجه انا عملتها معاك، في حاجه هو ندمان ان هو عملها معاك. احبك بجنون. سبحان الله. يعني انتوا لو هتلاقوا الكروت، شخص يحبك بجنون ومش عايز يتكلم. بيقول لك كمان انا بحبك بجنون لكني مش مستعد للارتباط الرسمي او الارتباط الجاد. يعني هنا شخص ممكن شويه يكون عنده استلزامات او امور مخلياه مش قادر ياخد خطوه رسميه معاك، ويمكن ده طلب الميزان، ان مثلا انت محتاجه ان هو يرتبط بيك او يجوزك مثلا او يخطبك او حاجه، معرفش. بس ان شاء الله الشخص ده بيستعد للامور من دي. انا مستعد للتغيير، ارجوك اعطيني فرصه اخرى. الشخص ده بيقول لك اديني فرصه تانية، انا بغير في نفسي، بحدث في نفسي، ببدا من جديد. بيقول لك اشعر بالحزن الشديد بسبب ما فعلته معك، انا اسف على كل الالم الذي سببته. بيعتذر لك على شيء قدمه ليك في وقت ما، حرفيا هو عارف ان هو اثر معاك فيها ميزان، او ضغطك، او اداك احساس انت ما تستاهلهوش، او ممكن يكون تجاهلك في وقت انت كنت محتاجه فيه، او جت فرصه ان انتوا تكونوا في توضيح باموركم لبعض، وهو بخل ان هو ممكن يكون ما بحشي لو هو كراش. طيب ايه تاني هنا؟ تعال نشوف طاقه العلاقه ايه نوعها او ايه اللي فيها بالظبط. بسم الله. طاقه العلاقه في الوقت الحالي، في اتنين بعاد عن بعض لكن قاعدين بيراقبوا بعض ال 24 ساعه. ويمكن انتوا دلوقتي انتوا زعلانين، بس طاقة المراقبة هنا بقول لك انفصال مع مراقبة من بعيد. يعني انتوا الاتنين قاعدين طول الوقت، ممكن تكون خلاص مش مكلمه ومش معبره، وبس انت وهو لو انتوا متخاصمين في الوقت الحالي انتوا بتراقبوا بعض، والشخص ده ما بيبطلش مراقبة عليك وانت بتراقبه. فعلاقة فيها مش انفصال اللي هو انفصال نهائي، عشان بس الناس بتاخد الكلام كده وتقعد تعمل الرياكشن عليه. الانفصال هنا بمعنى القراءه كلها ان في علاقه هنا انا عماله اقول عليها اوف اون اوف اون. يعني تعملوا مشكله بالليل تصالحوا الصبح، تعملوا مشكله الصبح تصالحوا بالليل، اوف اون كتير، او علاقتكم شويه مليانه صراعات، فاهميني؟ ففي الوقت الحالي ممكن يكون في للبعض منكم طاقه او لسه انتوا ما قربتوش لبعض لو انتوا كراش في حاجه زي كده، بس انتوا الاثنين بتراقبوا بعض. توضيحا انا بحب اوضح في قراءاتي لان في ناس مش بتاخد الكلام مش عارفه بمعاني غريبه كده. مش عارفه. انا بحب التوضيح مش اكتر، لان انا واثقه في قراءاتي جدا 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 بفضل رب العالمين، فاهمه قوي الاوراق اللي قدامي بتقول ايه. بفضل الله بفضل الله بفضل الله بنحلل الكروب بطريقه مختلفه، بس لله الحمد بنوصل الرساله صح. يلا بينا، بسم الله. تعالوا نشوف الملايكه عايزه تضيف لكم ايه، وبعد كده نسحب كروت العين الثالثه مش اشكال. بيقول لك وصل هذا الملاك الجميل ليهنئك على افكارك الجديده الرائعه،
بيقول لك من المهم ان تتواصل بشكل واضح وشامل مع الاخرين، شارك مشاعرك، ما تنساش نفسك، ادي لنفسك جزء من الاهتمامات دي. عندك تغيير مسار فيه ايجابيه، تقريبا انت مقبل على حاجه بتغير فيها شيء، والشيء اللي انت بتغير فيه ده هيجيب لك ايجابيات بامر رب العالمين. في حاجه هنا الملائكه عايزه تشير لك ليها، انت عندك تجديد، وبيهنيك على شيء مقبل ليك بامر رب العالمين، بامر رب العالمين، بامر رب العالمين. في ايجابيات ليك قادمه يا ميزان، ابشر. تعالوا نشوف طاقه العين الثالثه وما تخفيه قراءتك النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. قريبا ضغوطات الماضي ستصبح غير مهمه، الاوقات السعيده في انتظارك. والله لسه حالا، لسه الملائكه حالا بتقول لك بشاره حلوه قوي، ان في عندك بامر الله الفتره القادمه عندك اوقات حلوه، والضغوطات اللي انت فيها دي بتنتهي. قريبا شخص سوف يتصل بك ويراسلك بخصوص فرصه تتحسن من وضعك المادي. حد هيتصل بيك لو انت مستني شغل، حد هيتواصل معاك ويقول لك تعالى احنا قابلناك، او حد هيتصل بيك بخصوص امر عملي او شيء انت مقدمه لحد، او حد انت موليه امر ما، هيكون فيه بامر الله شيء قادم انت منتظره من حد، او اتصال او رساله او حاجه بخصوص فرصه جديده ليك. سبحان الله، الكروت عماله تشبك بعضها، والطاقه عماله تشبك بعضها هنا. طاروا مع الرسائل بيدوك بشاره حلوه قوي الفتره اللي جايه يا ميزان. ابشر ابشر، رب الخير لا ياتي الا بالخير. ايه هنا تاني؟ تعالوا نشوف نصيحه المال للميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه ميزان، بقول لك عندك منافسه شرسه وسرقه اموال. يعني في حد بيحاول، مش بسرقه الاموال، ممكن تكون فعلا احترس على اموالك. لو انت بتقول لحد على حاجه حاول كده لان دي رساله تحذيريه للبعض. برج الميزان، نحترس على خصوصياتنا الماديه. لو حد عارف باسوردك في حاجه، حد عارف اسرارك الماديه فيها ايه، غير رقم الفيزا بتاعتك. انا مش عارفه ليه الموضوع دخل معايا في الحته دي، بس انتبه ان في حد هنا عينه عليك عايز ياخد حاجه منك، فانتبه يا ميزان. ايه تاني؟ يلا كده فكر في حاجه، فكر في حاجه من باب البشارات، من باب البشارات، والعلم عند الله طبعا. تعالوا كده نسحب كارت على شيء في بالك ونشوف الكروت هتديك بشاره بتوقيت الشيء اللي في بالك ده بامر رب العالمين امتى. بيقول لك يحدث الان. يحدث الان وانا عطست خلاص كده. ايه يلا بينا كده نشوف كروت الملائكه. عايزه تقول لك ايه؟ بيقول لك التعلق بشخص، الارتباط الشديد بشخص يؤثر على حياتك العاطفيه. بيقول لك هنا في حاجه انت متعلق بيها مع حد، او انت مشكلتك لما بتحب يا ميزان بتتعلق اكتر من اللازم، فانت هنا متعلق بشخص مؤثر على حياتك كلها بسبب تعلقك فيه. وامر رب العالمين عندك حاجات حلوه الفتره اللي جايه يا ميزان، ابشر بيها. سامحوني علشان انا عطست. بس هو قال لك بقى ايه، خلاص هو مش هينفع. كنتم في قناه بوتاروت، نورتوني.